وإن ملاحظة حسن الجزاء مما أعده الله لعباده من النعيم المقيم في الآخرة هو مما يعين على مصابرة الأعداء والمداومة على الصبر حتى يصبح إلفا وصاحبا وخلا مؤانسا مهما طالت الطريق وكثرت العقبات واشتدت المحن. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وعلى حسب ملاحظة حسن الجزاء والوثوق به ومطالعته يخفف حمل البلاء لشهود العوض لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة، فالنفس مولعة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، فإن قدر التعب تكون الراحة. انتهى كلامه.